مرحبا بكم على قناة غرينتا تيم بيزان. تابعونا لكي يصلكم جديد المنتخب الجزائري والمحترفين. جول! يا له من جول ويا له من سالوت. واصل المدرب الإسباني جوليان لوبيتيغي خرجاته الغريبة تجاه اللاعب الدولي الجزائري ريان أيت نوري في نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث يعيش أيت نوري وضعية صعبة للغاية داخل الفريق الإنجليزي بسبب استبعاده من المشاركة مع الفريق في آخر 6 مباريات. ولم يلعب أيت نوري أي دقيقة مع الولفز منذ مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري في شهر مارس الماضي، ليصبح الظهير الأيسر الجزائري مرشحا بقوة لمغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب بعض المصادر فإن ريان أيت نوري قريب من الانتقال لنادي نيس الفرنسي، كما أنه يمتلك عرض من كريستال بالاس وآخر من ويست هام والعديد من العروض. جدد نادي آسي ميلان اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستعد لتقديم عرض لنادي ويست هام الإنجليزي لضم لاعب الخضر في صفقة مبادلة. وأكدت المصادر ذاتها أن نجم المنتخب الوطني سعيد بن رحمة يتواجد ضمن أبرز أولويات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، وخاصة بعد التألق اللافت هذا الموسم، حيث احتل الجناح الجزائري المركز الأول بين لاعبي ويست هام في المراوغات الناجحة للمباراة الواحدة فقط وفقا لموقع سوفا سكور. ويأتي بن رحمة في المركز 12 بقائمة اللاعبين الذين حققوا أعلى نسبة مراوغات ناجحة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم. ومن أجل خفض مبلغ الصفقة، سيكون على استعداد لتضمين انتقال الكسيس لمايكرز في الصفقة على أمل إقناع مسؤولي الهامرز. وكشفت تقارير صحفية أمس أن الدولي الجزائري ومتوسط ميدان تيفنتي الهولندي رامز زروقي يتواجد محل اهتمام نادي مارسيليا. وأكد موقع تيفنتي المهتم بأخبار النادي الهولندي أن نجم الخضر يعيش أيامه الأخيرة في صفوف الفريق في ظل التكهنات بمغادرته مع نهاية الموسم الحالي. وأبدت العديد من الأندية الهولندية استعدادها لخطف زروقي في الميركاتو، وفي مقدمتها نادي فينورد روتردام الذي يعتبر أبرز المرشحين لضمه، إلى جانب أيندهوفين وأجاكس أمستردام. وأبرزت ذات المصادر أن أولمبيك مارسيليا مهتم أيضا بشكل جدي باللاعب الجزائري، مشيرة أن مسؤولي النادي الفرنسي يريدون بيع ماتيو غندوزي في نهاية هذا الموسم ويبحثون عن بديل له، ولا تشمل قائمة نادي مارسيليا على متوسط ميدان الخضر، مما سيتعين على مارسيليا أن يقدم عرضا أكبر بكثير مقارنة بالدولي الجزائري رامز زروقي.